في حاله ان في واحد مشهور عمل حاجه غلط والناس عاوزه تحاسبه، فبيتم عقابه بطريقه وحشيه تخوف اي حد مشهور بعده، وهي ان هم يعملوا له انفولو. دي بجد كارثه لاي حد مشهور. العقاب ده في 2024 اسوأ من السجن مع الشغل في طابونه اسمنت. بس احنا عندنا في مصر لما يكون حد عاوز يتشهر اكتر بيطلع يعمل حاجه كارثه عشان الناس ترجع تتكلم عليه تاني. ودي مشكله ان احنا ما عندناش ثقافه الكنسله. هي ثقافه بدات في امريكا لما كان الممثلين في هوليوود ابتدوا يتفضحوا واحد ورا التاني، تسرب لهم حاجات، وان هم يعني بيتواصلوا مع اطفال تحت ال 15 سنه. تقول لي يعني ما عادي يا ابني، الناس بتحب الاطفال، ما كلنا بنحب الاطفال. اقول لك لا، في فرق كبير بين كلنا بنحب الاطفال، مين في الدنيا مش بيحب الاطفال؟ الاطفال احباب الله، ملائكه ربنا على الارض. يعني حتى بص الطفل ده وهو بيقول اول كلمه ليه في حياته عسل بجد، ما شاء الله. انا بحب الاطفال يا جدعان، فرق كبير فشخ بينها وبين ما شاء الله طفل. انا بحب الاطفال قوي، انا بحب الاطفال قوي. هي دي بقى كانوا بيتواصلوا مع الاطفال دي. انا يعني مش عارف ليه قعدت ابرر لك حبه حلوين فيها. انا كنت ممكن اقول لك حلو وانت تروح تدور بقى وتتسحل مع الموضوع، بس انا حبيت الف شويه يعني في الموضوع عشان طلع نكته. المهم الممثلين في هوليوود جه عليهم فتره كل واحد فيهم بيطلع له فضيحه كل يوم الصبح. يعني مثلا من اول الناس اللي طلع عليهم الفضايح دي ممثل اسمه كيفن سبيسي، اللي هو ده يعني ده المفروض ممثل جامد فشخ في هوليوود. وطلعت الناس بقى ساعتها عملت حمله اسمها مي تو. انا مش فاهم يعني ايه يعني هو عشان بيحب الاطفال فبقى انا كمان؟ لا يا عم، انا بحب الاطفال بس ان جود واي. المهم الحمله دي كانت طلعت عشان تنتقد تصرفات الممثلين المحترمين الموجودين في هوليوود. الناس لقت اهتمام كبير وان في مشاكل بتحصل لهم بعد اللي هم بيعملوه ده، وشغلهم بيبوظ والناس ما بتتابعهمش وبتاع، فانبسطت فشخ، الناس اتجننت. ومن هنا بدات ثقافه الكنسله. المشكله ان هي بدات من تويتر، اكتر مكان ممكن تقول فيه اسوأ كلام على اي حد من غير ما يعمله، انت فاهم؟ بس ماشي يعني، الحاجه الوحيده اللي ممكن استفدناها من تويتر، او هي دلوقتي احنا ما بنستفدش منها، بس انا مش عارف ولاد يعني الناس مثلا مروحين ولو حد مشهور كسر عليهم هم مروحين بالعربيه، فبيروحوا يفعلوا هاشتاج كنسل، هاشتاج كسر عليا وانا مروح. اكيد ده اكيد هوموفوبيك كمان، فلا الراجل ده كارثه. بس دايما المشاهير في هوليوود بيعرفوا يطلعوا منها لان هم معاهم شركات انتاج ماسونيه. احنا كلنا عارفين ان الماسونيه حاجه حقيقيه، يعني خلاص احنا دماغنا اعلى من كده بكتير وفاهمين الماسونيه شغاله ازاي وازاي بتتحكم في الناس وتتحكم في عقول البشر وبتتحكم في المصالح الحكوميه. المهم ان الشركات الانتاج دي بتبقى عاوزه على قد ما تقدر تفضل تشفط من الممثل او المغني او الشخص المشهور اللي معاهم دوت فلوس، فبيتصرفوا وبيقدروا يحسنوا سمعته بعد فتره. بس بقى اللي ما عندهمش فلوس يخشوا في ماسونيه واشتراكات وحاجات زي دي، اللي هم الناس الغلابه اللي زي حالاتي، اللي هم اليوتيوبرز والانفلونسرز، بيتفشخوا من الجمهور. يعملوا حاجه غلط يتفشخوا من الجمهور على طول. هم انتوا متخيلين بقى لي فتره بحكام على الماسونيه ليه؟ اكيد مش عاوز اما اجي اتشهر مثلا الاقي حد عارف ان انا مخبي اطفال في البدروم عندي هنا وشغال لهم زياد زوز 24 ساعه. بحاول اشارك مع الماسونيه في مشروع المليار الذهبي. المهم اليوتيوبرز والانفلونسرز ما بيعرفوش يفلتوا من الجمهور وبيتبهدلوا جامد. زي واحد مثلا اسمه اي دي بي 445، ده كان يوتيوبر والناس كلها كانت بتحبه وكان دمه خفيف، الناس كانت بتحبه وكان عنده اكتر من 3 مليون مشترك. لحد ما جه يوتيوبر تاني محتواه ان هو ينزل يضحك على الناس الكبيره ويقول لهم انا بنت عندي 14 سنه تعالى نتقابل في الحته الفلانيه، ويروح يصوره وينزلها على النت ويفضح الراجل ده. ففي فيديو كان بيصوره في مره، فبالصدفه لقى قدامه اي دي بي 445 جاي وداخل عليه وبتاع في البنت اللي 14 سنه. Well, I was actually coming out here to pick up a cupcake and then go back home. المهم ان هم مسكوه فشخوه شويه وبيقولوا له انت ايه اللي جايبك هنا؟ قال لهم انا جاي اجيب كب كيك. معروف انا لما بتحط في المواقف دي بحب اجيب كب كيك على طول. المهم ان هو الفيديو نزل على النت واتفضح والناس ساعتها قامت عليه، الناس بهدلته بجد. اليوتيوب بعد ما قناته كانت كبرت قفلها له خالص، بدأ الموضوع يكبر لدرجه ان هو بقى يجيله تهديد بالقتل، لحد اما الناس نسيت كعادتها والموضوع عدى عليه فتره والدنيا هديت. واي دي بي رجع لليوتيوب تاني، قال لك انا هعمل قناه وابدا من اول وجديد، والناس خلاص نسيت. بس اليوتيوب ما نساش قفل له القناه تاني خلاص يعني اليوتيوب قفل منه خلاص، يعني انا مش ناقصه مش كفايه عندنا. فغير المنصه اللي بينزل عليها الفيديوهات وابتدى ينزل على منصه انا مش فاكر اسمها الصراحه، بس المنصه ما خدتش اسبوع وديته بان برضو. فقال لك خلاص انا كده، انتوا كده بتحاربوني، مش عاوز منكم اي حاجه، انا افتح منصتي الخاصه. قام راح عمل منصه لنفسه وقال لك هفتتحها كمان كام يوم وبتاع، وباذن الله تبقى فتحه خير علينا ونعرف نشوف بنات اعدادي. جه يوم الافتتاح والبروجرامر اللي كان شغال معاه على المنصه دي عرف هو مين وقفل له المنصه خالص. وبس كده، حظ اوفر في المره القادمه، مالكش محتوى على النت، مالكش اي لازمه خلاص على السوشيال ميديا، تبدا بقى شوف شغلك في الحياه الحقيقيه. وبعدها بكام شهر طلع يوتيوبر تاني اسمه جيديون، كان عامل نفس السلسله اللي اليوتيوبر الاولاني كان عاملها، ان هو بينزل يقبض على البيدوفيلز وبتاع. ومن تاني حلقه عملها من السلسله دي كان قبض بعدها على اي دي بي، يعني تاني مره على التوالي في بنفس الطريقه يتفضح مرتين.
طبعا الفتره اللي هو رجع فيها ان هو يشتغل في الحياه الحقيقيه ما كانش في حد حابب يشغله، هو ما بيكملش اسبوع والمدير بيعرف هو مين فبيرفضه. ده حتى سموا البيدوفيل باسمه، يعني اي حد مثلا ليه في العيال يقول لك ده اي دي بي 445. ده مثال كويس فشخ للكانسل كلتشر اللي موجود في امريكا، ان هم يقدروا يخوفوا الناس البيدوفايلز ان هم ممكن يتفضحوا في اي وقت فيخافوا يعملوا حاجه زي كده. انما المثال السيء بقى للكانسل كلتشر في امريكا هو اليوتيوبر اللي اسمه ساني في 2. الراجل كان بيتكلم في موضوع ان مستر بيست معاه يلطري في التيم وهيجي بعدين يفضحه، يا اما الناس هتلغي اشتراكها دلوقتي، يعني اللي هو بيحذروا منه. هات لك بربع جنيه رجوله هذه يا عيال بتفوق على امك. هو فعلا كان هو كان المفروض يسمع كلامه ساعتها، لان هو دلوقتي مستر بيست بيتكنسل حاليا او كنسل خلاص. طبعا الناس كلها قامت على صاني في 2 ساعتها، قالت لك ايه يا اسطى انت بقى راجل هوموفوبك، هتقول مين حلو ومين وحش؟ الراجل ده عند نتفليكس احسن من 1000 واحد شبهك، او مش راجل يعني. انا كده خلاص اتكنسلت. طبعا عملوا حمله كبيره عليه ساعتها والناس كلها قامت كانسل صاني في 2. حتى مستر بيست قعد يقول لك انا زهقت بقى من اليوتيوبرز الهوموفوبكس دول، يعني حاجه مقززه جدا. انت لسه في 2024 ومش مقتنع بحاجه اسمها راجل ينط على واحد تاني؟ ايه التخلف ده؟ ويجي رد استاذ صاني في 2 بيعمل حاجه واحده بس، ينزل الفيديو اللي بعده عادي يعني بيتكلم عن موضوع مختلف، ولا اكنهم اتكلموا ولا اكنهم عملوا اي حاجه، وتجاهل الكلام بتاعهم تماما. راجل برنس والله، زائد ان هو معادل السنيه فده برنس اس 2. في الموقف ده بان استغلالهم لثقافه الكنسله، وبان قد ايه هم بيستخدموها في اسباب تافهه. يعني واحد متضايق ان راجل بيقط على راجل، يعني واحد متضايق ان في ناس بتاكل لحمه وفراخ وما بياكلوش نباتات بس. عالم تعبانه بيفكروا بالموضوع بشكل تافه. احنا بقى عندنا يعني تخيل احنا الكنسله تدخل عندنا، انت حرفيا مصر هتتحول ليوتوبيا، هنصفي كميه ناس بتعمل بلاوي كبيره فشخ. هقول لك على حاجه، ده منظر المرج لو في عندنا ثقافه الكنسله في مصر. تعرف تفرق بينها وبين باريس خالص، لان انت عندك كميه استغلال للاطفال، عندك كميه استغلال جنسي للبنات، عندك كميه نصب وسرقه ومتحرشين وملاحده، فانت عندك ناس كتير قوي تتكنسل. ومن اول الناس اللي انا عاوزهم يتكنسلوا الصراحه، والوحيد اللي هقول اسمه في الفيديو ده محمد رمضان. محمد رمضان الممثل الوحيد اللي ممكن يضرب طفل وعادي الناس ايه الواد الادب يعني. محمد رمضان ده لو في الثمانينات كان زمانه شغال. هو ايه اللي حصل في الكوكب؟ هو لينكولن جه خربها وقعد على تلها بقى اي حد اسود. انا مش عاوز اكون عنصري، انا بهزر اكيد بهزر، بس محمد رمضان فعلا عمل حاجات كتير يستاهل يتكنسل عليها. من اول ما رفض الطيار من شغله وقطع اكل عيشه. انا مش عارف طيار وقطع اكل عيشه ازاي. حاجه تانية غير قطع اكل عيشه، قطع اكل لحمته فراخه. مرتب الطيار على الاقل بيبدا من 30 40 الف. 30 40 ايه ده لو طيار في ماكدونالدز هياخد. ما علينا ما علينا. الله يعرف لي أموري الغالي محمد رمضان يركب راجل. لحد الراجل الاسرائيلي اللي راح اتصور معاه، والمشكله ان هو بعد كل حاجه بيعملها بيطلع يعمل عكسها واحسن. يعني بعد حوار الطيار ده طلع اسكندريه، نزل مع الشباب الاسكندراني الناس العاديه، قعد معاهم في الشارع وعمل موقف محمد رمضان واتمشى شويه في اسكندريه وروح. وبعدها الناس نسيت تماما هو كان عمل ايه قبل كده. وبعد حوار الراجل الاسرائيلي بفتره يطلع يقول لك لا 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 احنا لازم نحارب. ده الذكاء والمهاره. النيجا بيلعبها صح، وفي ناس كتير انا نفسي ان هي تتكنسل. يعني مثلا عندك مغني بيطلع يضرب الناس، مجرد مغني شخص صوته كويس. كان زمان نرجع للاول كان حيوان منوي، كبر بقى شخص بيعرف يتكلم قدام مايك ويعرف يقول كلام مكتوب له، بس يعني ما فيش اي حاجه ضافه للبشريه. بس تلاقيه ماشي بقى مغرور وقافل وشه على الناس ويهزق ويضرب على ايه يا ابني؟ انت مجرد مغني، وكل ده اللي بيطلع قدام الكاميرا. ما بالك بقى اللي ورا الكاميرا عنده ايه الدنيا في البيت، الناس اللي موجودين حواليه مقفول عليهم 4 حيطان، ايه اللي بيدور معاه؟ اكيد بيسمعهم تراكات زياد زازا ولا المخرجين وشركات الانتاج. انت بتتفرج على الكاست بتاع الفيلم تعرف خلاص تشم ريحه الزنا من بعيد. يعني مثلا كاست الفيلم ده شامم ريحه ايه من البوستر بتاع الفيلم؟ ورقتين عرفي ولب وسداني معروفه. وهكذا بقى بيجيبوا بنات من الارياف او المناطق العشوائيه، مش شرط الارياف يعني عشان ما اكونش عنصري واتكنسل، بس هم بيجيبوا بنات من المناطق اللي هم لسه مش فاهمين الدنيا بتدور ازاي في السينما، ويستغلوا رغبتهم في الفلوس والشهره وبس خلاص يعني. اعمل ما بداله في الدنيا. وعندك برضو من ضمن الناس اللي لازم تتكنسل الانفلونسرز اللي هم بيروجوا لبرامج الوان اكسبت والحاجات دي. هو بيجي يستغل الفانز اللي عنده، يقول لهم بصوا انت هتحط 100 جنيه هطلع لك 10000 جنيه. ما هو بصوا الموضوع لا كان بالسهوله دي. انا يا عم هسيب اليوتيوب النهارده واجي اشتغل معاك في وان اكسبكت. بس انا كان نفسي اطلع الساحل واعمل لي كام صفقه بسكريبت التفاحه ده. انا قاعد على طيزي كده في المصيف، قاعد مروق دماغي زي اي كافر في ايام قريش، واعمل الصفقه واقعد بمزاج عالي. ما هو لو فعلا كده البرنامج هتدخل له 100 جنيه هيطلعها لك 10000 جنيه. ما كانش زمانك عامل له اعلان ب 50 جنيه وجبه. ربنا محرمه عشان كده يعني. اخر جروب بقى نفسي ان هو يتكنسل بجد هم الكابلز المشاهير. يعني ليه تكون متجوز جوازه كامله قايمه على عدد اللايكات والفولورز اللي عندها؟ انا افتكر زمان كانت الناس بتتجوز عشان
الورث اللي هتورثه بعد كده. بس دلوقتي الموضوع اتغير تماما، وعشان كام فولو زياده بتحدد مين معاه العصمه. انت دلوقتي اتجوزت واحده عندها مليون وانت عندك 900,000، خلاص هي اللي معاها العصمه دلوقتي، وهي التوب في العلاقه برضه. والاسوأ من كده فيديوهاتهم هم رايحين يشتروا العفش. يعني مثلا رحنا النهارده ايكيا، خلاص انا ميزانيتي خلصت، المشوار ده خلص ميزانيه الجواز. مشوار ايكيا ده لوحده بفلوس، ما بالك بقى بتغدينا في مطعم في دبي، او رحنا قضينا ليله في باريس. الخروجه دي كافيه ان هي تغير ميولك وتغير كاريرك مدى الحياه المومي عشان تقدر تجمع فلوس بس الرحله دي. فانت كده كده في كل الحالات انت فركشت وحياتك باظت مع الواحده اللي انت كان نفسك تتجوزها عشان اتنين بس عندهم شويه فولورز رايحين يجيبوا قبض الشهر بتاعهم من اعلان مطعم او اعلان مكان معين. خلاص يدمروا لك حياتك عادي. في ناس كتير عاوزهم يكنسلوا الفتره الجايه على الانترنت، انا فهمتكم الكنسله بتمشي ازاي، يا ريت تستخدموها. اول حد احنا اتفقنا محمد رمضان، ما تنسوش حاجه زي كده. وبس كده، البنات تعمل لي فولو على الانستجرام، ويا ريت تعمل سبسكرايب للقناه عشان عايزين نوصل 30,000 قبل ما الشهر يخلص. بعد اذنك، سلام.